معانا هنا كوبايتين دقيق كبار، كوباية سكر، 3/4 كوباية سمنة، 3 بيضات، كوباية لبن، بس اللبن كان خفيف شوية، انا حطيت عليه معلقة صغيرة زبدة عشان تديله دسامة. حطينا على دقيق طبعا زي ما انتوا عارفين سنة على الرسول ذرة ملح، البيض عليه ظرفين فانيليا. بالنسبة للبيكنج باودر كان باكو بيكنج باودر كامل كيك شيف. حطينا دلوقتي حبايبي احنا في الخلاط ال3 بيضات ونزلنا عليهم بالسكر. على فكرة الكيك ده حلو جدا هيعجبكم قوي على فكرة. وحطينا السمنة. الكيكات دي بتبقى من الخفيفة، يعني انا بحس ان كيك الشوكولاتة بيبقى تقيل شوية على فكرة، فما يتعملش كمان كتير. هنا احنا بنضرب الحاجة كلها اللي احنا حطيناها في الخلاط مع بعض. لو عايزة الكيك كمان يا جماعة يبقى طري، يعني لو لبن رايب هيكون احلى، وممكن انتي لو حطيتي ليمون على اللبن هيديكي نفس نتيجة اللبن الرايب. هنا بنضرب الحاجة كلها مع بعض. حطينا معلقة خل على البيض في الخلاط، يعني المفروض انا كنت حطاها على البيض بس انا نسيتها، ما فيهاش مشكلة، حطيناها في الخلاط. برضو يا جماعة الناس اللي بتعمل دايت يعني ما نصحاش بالاكل كتير من الكيك. بصوا الخليط طلع كريمي كده ازاي وجميل، يعني انتي اعملي الحاجة دي للاطفال مش ليكي. هننزل بالدقيق حبة حبة وتضربي في اتجاه واحد. بص الخليط بتضربيه. لو انتي كمان عايزاه كيك برتقال ممكن تستبدلي اللبن، نفس المقادير دي تستبدلي اللبن ببرتقان. ومرة تانية هعملها لكم. يعني كيك البرتقال برضو البرتقال بيبقى متوفر في الشتاء، فانتي ممكن تدخليه في كيك يبقى برضو مفيد للولاد. بنضرب برضو في اتجاه واحد. هتضربي بقى في اتجاه واحد لحد ما تلاقي ان الخليط بتاعك امتزج بالدقيق وما بقاش فيه اي تكتلات. في الفترة دي في بداية الكيك انت لازم تكوني مشغلة الفرن بتاعك على درجة حرارة 200. مش تشغليها بعد ما تخلصي الحاجة، لا تشغليها بحيث ان انت اول ما الخليط بيخلص بتحطي وتكون الصينية مبطناها بالزبدة كويس وتحطيها في الفرن. ما بتاخدش منك الا 25-30 دقيقة حسب الفرن بتاعك ونوعه. خلصناها وطلعت حلوة جدا جدا.